حقيقة أنا التنسيق اللي كان بيننا وبين المندوبية الجهوية ديال الثقافة كان واحد التنسيق اللي ما هو تنسيق شامل. أنا الغرض اللي كان في الذهن ديالي هو أن غادي نلقيو كلمة تاريخية، ولكن ملي جيت أنا لقيت المستوى ديال الدراري اللي ينتمي لجمعية النخيل هما في المستوى ديال الابتدائي، فغادي نضطر الكلمة اللي كنت غادي نلقيها اللي غتسمى كلمة تاريخية غادي نبسطوها. غادي نبسطوها باش تكون في المستوى ديال الوليدات الصغار اللي ينتمون لهذه الجمعيه، اللي تنتمنوا لها التوفيق لهذه الجمعيه اللي حاولت ما امكن باش تجمع الوليدات هذه الظرفيه ديال شهر رمضان المبارك وفي هذا التوقيت الصيفي وفي الوقيته ديال العطله. كلمتي شنو هي؟ خصنا نعرفوا بان هذه الذكرى 58 لتراث الملك والشعب هي جايه باش تختم واحد المسار واحد الطريق طويله ديال الكفاح ديال المغاربه من اجل النيل ديال الاستقلال ديالهم. كيف تعرفوا ان حتى الاباء ديالكم في هذا المستوى اللي تنشوف غادي يكونوا في المستوى ديال الجيل ديال الاستقلال، يعني ان هذه الاحداث اللي حنا بغينا نقولهم دابا هما تيتعلقوا بالاجداد ديالكم، الاجداد اللي ختموها بهذه الذكرى اللي هي تراث الملك والشعب. كيف تنعرفوا كاملين المغرب تحتل في سنه 20 سنه، الاحتلال ديال المغرب امتى كان؟ شنو سنه؟ هذا سؤال موجه لكم. المغرب امتى؟ هذا اللي 55 الاستقلال، ولكن امتى تستعمر؟ امتى تستعمر المغرب؟ شنو سنه؟ 1912. يعني هذه الفتره ديال 1912 فاش تستعمر المغرب من طرف فرنسا واسبانيا كان عندنا الاستقلال في 1953. هاد 53 اللي تنقولها 1953 تتصادف مع الذكرى ديالها اليوم اللي هي 58 سنه اللي مرت على هذه الثوره ديال الملك والشعب. كيف نعرفوا ان الاجداد ديالكم الاجداد ديال المغاربه كاملين حملوا السلاح ضد الاستعمار ديال فرنسا وديال الاستعمار ديال اسبانيول في 1912. اول معركه دارت ضد هاد فرنسا في المغرب كانت في 1913 هي المعركه ديال القصيبه. فين جات هاد القصيبه في المغرب؟ منطقه القصيبه. القصيبه في مدينه بني ملال. شكون الزعيم ديال هاد المعركه؟ هو محاو سعيد الويراني، هو اللي خدا السلاح ضد فرنسا هاد الوقيته. غتجي من وراه سنه ثانيه 1914 كنا تنعرفوا ديال المعركه ديال الهريب. فين جات الهريب؟ في المنطقه ديال الهريب، المنطقه ديال الهريب الاقليم ديال خليفه على 7 كيلومتر على الدخله ديال خليفه. شكون الزعيم ديال هذه المعركه؟ محمد الزيادي اللي تنخلو الذكرى ديالو كل سنه 14 نوفمبر من كل سنه. هاد المعارك باش نعرفوا المغاربه كاملين اللي راه ما عندهمش واحد القدره واحد الاستطاعه باش يخليو بلادهم تحت داير الاستعمار. يعني من 1912 بدات المعارك ضد المحتل. عندنا الذكرى ديال عندنا المعركه ديال القصيبه 1913
عندنا المعركه ديال الهري في 1914. من بعد غادي تكون واحد العدد ديال المناورات بين المجاهدين والمقاومين انذاك حتى المعركه ديال الريف. معركه الريف اللي كانت وقعت في 1921. شكون الزعيم ديال هذه المعركه ديال الريف؟ محا عمر بن عبد الكريم الطبيب، اللي هو معروف في التاريخ ديال المغرب، اللي تمكن باش يشد واحد الفتره طويله في المعركه ديالو بينه وبين اسبانيا لمده ديال 6 سنوات. في 1926 انتهت المعركه ديال الريف. وباش يكون واحد المسلسل ديال هذه المعارك في المغرب اللي تيناديو بالتحرير ديال المغرب والباطل ديال الاستعمار، تجي المعركه ديال تزكزاوت اللي كاينه في الريف في تنفيذ دائما في الاقليم ديال الخليفه الرابع، اللي مات فيه واحد العدد ديال الضباط ديال فرنسا. وغتجي من بعد التاريخ ديال 1932 المعركه ديال تزكزاوت، غتجي المعركه ديال بوكافل اللي هي واقعه في المنطقه ديال ورزازات، والزعيم ديالها اللي معروف واللي الشرف هنا تنتمي له وهو الجد ديالي هو عسوبه سلام. هذه المعركه دامت 3 سنين ومات فيه 86 ضابط فرنسي. يعني هذه السلسله كامله من 1912 الى حدود 1934 كلها كانت ديال الكفاح الوطني، الكفاح المسلح ديال الحركه الوطنيه باش ياخذ المغرب الاستقلال ديالو. غادي تنبه هذه الحركه من بعد بواحد العمل اخر، هو العمل السياسي. ما غادي يكتفيوش بالمسائل ديال السلاح. داكشي علاش كان اول تكتل وطني ديال الكتله في 1934 اللي تنعرفوه، يعني شنو دخل في هذا المؤتمر ديالهم وهذا الكتله ديال العمل الوطني اللي قام بواحد العدد ديال المسائل ضد فرنسا فيما يخص المطالبه ديال الشعب المغربي باش ياخذ الاستقلال ديالو. حنا فخورين جدا اننا تنتميو لهذا المغرب اللي هو من الشمال للجنوب، وفخورين كذلك بالانتماء ديالنا للمنطقه الصحراويه واللي هي قامت بالدور ديالها كامل باش تساعد الاخوان ديالها في الداخل ولا في الشمال ولا في الجنوب. الشيء اللي تزكيه المعركه ديال الشيره الخالده اللي وقعت في العيون في 1936 واللي تدخل كل سنه من طرف المديريه الساميه في 28 فبراير من كل سنه. هذه المعركه اللي هي وقعت في الجنوب، شنو الدلاله ديالها العميقه؟ الدلاله العميقه ديال هذه المعركه ان المغرب كله من طنجه للقويره كله تجاه تحت رايه واحده، وهي رايه ديال الوحده ديال المغرب والاستقلال ديال المغرب. وما هادشي كامل اللي تنشوفو ديال المناورات ديال الخصوم ديال الوحده الترابيه راه التاريخ ديالنا الحمد لله تتحتضنو وتتعطيه واحد اللمحه ديال ان المغرب اللي تدافع عن الاقاليم ديال الجنوب هو ماشي تدافع عليهم لانهم اقاليم مستشاره كما تنسميوهم، وانما كانوا اقاليم كانوا تحيدوا من المنطقه ديال المغرب بان حمايه في 1912. من بعد 34 تجينا الذكرى ديال تقديم الوثيقه المطالبه بالاستقلال اللي هي في 1944 كلنا تنعرفوها. واحد العدد ديال الوطنيين الكبار ديال المغرب قدموا واحد الوثيقه 66 واحد فيها فلاحين، فيها رجال، فيها موظفون، فيها مسؤولون، فيها الممثلين الاحزاب. قدموا هذه الوثيقه لفرنسا تيناديو من خلالها ان المغرب راه ما قابلش الاصلاحات اللي كانوا واحد الوقيته تيطالبوا بالاصلاحات مقابل تبقى فرنسا، وانما جات وقيته باش المغرب يستقل برجالته وياخذ الحكم بين يدو. من بعد 44 تنعرفوا فرنسا ما قبلتش هاد الناس اللي قدموا هذه الوثيقه، وفعلا
اللي تشد فيهم راه تشد، واللي تشد فيهم راه داتو المنفى ديال الزاويه ديال سميتو الرشيديه عبالي الكردوس، زاويه عبالي الكردوس اللي هي معروفه في واحد الجبل ما كان فيه لا ناس، ما كان فيه لا طبيعه، ما كان غير جبال. المصير ديال هاد الناس اللي طالبوا الاستقلال ديال هاد البلاد داتهم فرنسا لهاد المنطقه وعزلتهم باش ما يبقاوش يعملوا اتصالات مع رؤساء الخلايا اللي غادي تبان وغادي تركز من بعد الخطاب ديال طنجة في 1947 اللي نادى واحد الخامس في طنجة صراحة باللي أن المغرب راه ما بقاش غادي يبقى يطلب شي إصلاحات ولا التدخل ديال فرنسا في واحد المجال، إنما صراحة هذا الخطاب ديال طنجة ديال 47 هو واحد النقطة ديال المنعطف اللي فرنسا خدات منها العبرة وعرفات بلي أن المغرب راه ضروري غادي ياخذ الاستقلال، ولكن غادي ياخذ بتنهد. هادشي اللي تيسكيه من 47 53 ملي قدمت فرنسا باش تنفي محمد الخامس هو العائله ديالو جزيره مدغشقر. هاد الخطا الكبير اللي دارت فرنسا هو هذا الخطا اللي عجلات بالقضيه ديال الاستقلال ديال المغرب باش ياخذ المغرب الاستقلال ديالو، لان فرنسا قالت ملي غادي نحيي محمد الخامس كملك ديال المغاربه غادي نجيب بن عرفه اللي هو واحد اللعبه ديالو، واحد الدميه ديال فرنسا، وغادي نحطو في بلاصه الملك الشرعي، ومن هنا غادي نتهنى من هاد الناس هادو اللي تيطالبوا بالشرعيه ديال الملك المغربي. فاذا فرنسا دارت الحساب ديالها، ولكن الحساب ما خشيت، لان ملي غير تخدم واحد الخامس والاسره ديالو جميع البوادي ديال المغرب، جميع المدن ديال المغرب كلهم ناضوا ضد الاستعمار وديال فرنسا ولا ديال اسبانيا. اللي قد يحارب تيحارب، اللي قد يهرس ويتلف الممتلكات ديال الهاتف ديال فرنسا ديال الاتصالات تيكون بالواجب، اللي قد يهز السلاح ضد الجنود ديال فرنسا والمعمرين هز السلاح. ومن تما جات هذه الشراره الاولى ديال هذه الذكرى اللي تنخدوها اليوم، اللي هي مرت عليها 58 سنه على وقوع هذه المعركه اللي هي فاصله اللي تتسمى في التاريخ ديال بلادنا ثوره الملك والشعب، لان الملك ضحى بالعرش ديالو مقابل يتنفى ومقابل ما يقبلش فرنسا داك الشيء اللي تيديروا عليه، والشعب المغربي ما قابلش فرنسا وما قابلش الملك ديالها يتنفى لبرا. الشيء اللي جعل كما قلت لكم واحد العدد ديال المقاومين ماتوا في هذه السنوات ديال 53 و 54 و 55 حتى رجع محمد الخامس من المنفى ديالو في 16 و 17 و 18 نوفمبر 1955. كيف نعرفوا رجع محمد الخامس والاسره ديالو وخدا المغرب الاستقلال، ولكن المبطور ما كاملش، لان كاين عندنا واحد العدد ديال المناطق مازالين تحت الاستعمار. الشيء اللي جعل جيش التحرير اللي بدا من هذه المناطق ديال الجنوب واللي بالرفض ديال هاد الناس ديال هذا الجنوب بالرفض ديالهم تمكن المغرب باش بعد القضيه ديالو الدوليه، القضيه ديالو يعرفها دوليا باللي راه المغرب راه غير شوف بالاستقلال ديالو، وما راه المغرب مازال عنده المستعمر في الجنوب وفي واحد العدد ديال المناطق ديال الشمال، والمناطق اللي مازال تنعرفوها دابا اللي تحت الاستعمار. جيش التحرير تنعرفوه قدم خدمات كبيره، وربما الاجداد ديالكم كانوا متقنين عندنا 14 ديال واحد اللي عندنا هنا في الاداره وهي عندها الصفه ديال جيش التحرير. انا متفق باللي الاجداد ديالكم كاينين كلهم كاينين في الافراد ديال جيش التحرير في المنطقه، واللي تيرجع لهم الفضل في الثمار ديال الاستقلال اللي تنشوفوا دابا. تنعرفوا جيش التحرير بدا 56 الى 1960 وتعرفوا ان هذا الاستقلال اللي تعيشها المغرب تعيشوا المغرب راه ماشي جا غير هكاك، راه جا بعد سنين مريره من التضحيات ديال الدم ديال الاباء ديالكم والاجداد ديالكم باش نوصلوا لهذه الطفيله اللي حنا تنعيشوا بها. املنا كبير
في الاجيال الصاعده وفيكم انتم اللي تلاميذ صغار باش تقتديوا بالافكار ديال الاجداد ديالكم وتنفعوا بالنفحات ديال الوطنه الوطنيه ديال المغرب باش نبنيو هذا المغرب. راه ما يمكنليناش نبنيو المغرب بدون المستقبل ديال الوليدات والمستقبل ديال الشباب ديالنا اللي هو عليه العاتق ديالو الكبير باش نسير هذه المسيره ان شاء الله تكون موفقه. واللي مطلوب منا كاباء كمسؤولين ديال هذا القطاع باش تعلموا وتقراوا وتعرفوا بلي ان المستقبل ديال هذا البلاد راه بين يدكم انتم. راه الناس اللي كبروا قدموا خدمات ديالهم تتبقى لكم انتم. الحاجه الوحيده اللي مطلوب منكم دابا حاليا هو التعليم، هو تقرا باش تكونوا رجال ديال الغد. اللي ما قراش راه المجهود ما كاينش، اللي ما قراش راه بحال حاشاكم بحال البهيمه، مازال البهيمه راه عندها المهام ديالها تتكون بهم، ولكن بنادم الانسان تلميذ الا ما قراش راه بحال ما جاش بالبهيمه. لان انتم اللي غادي تبنيو على ان شاء الله المستقبل ديال هذا البلاد. وتنشكركم والسلام عليكم. قبل الختام تنشكروا المديريه الجهويه ديال الثقافه اللي سمحت لنا الظروف، تنشكروا الجمعيه اللي كما قلت لكم اللي شكرتها من البدايه اللي تمكنات في هذه الظروف ديال رمضان وفي هذه الظروف ديال العطله ديال الصيف وفي الحراره هكا باش تقوم بالواجب ديالها وتنميها للوليدات ان شاء الله. نتمنى لكم ان شاء الله ابتسامه.